يعتبر عبد الله الريحاني أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا في السنتين الماضيتين لأدائه المبهر رفقة رديف أتلتيكو مدريد الإسباني. وقرر النادي الإسباني تمديد عقد هدافه الصاعد عبد الله الريحاني إلى غاية 2027 بغرض قطع الطريق على الأندية الأوروبية الراغبة في استقطابه، أبرزها ريال مدريد الإسباني. وبات الريحاني البالغ من العمر 19 سنة الهداف الأول لرديف أتلتيكو بتسجيله 17 هدفا في بطولة إسبانيا لفئة تحت 20 سنة، وهو ما جعل الأرجنتيني دييغو سيميوني يضمه إلى تدريبات الروخي بلانكوس بين الفينة والأخرى. ولم يكتف الريحاني بالتألق مع شبان أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني فحسب، بل يعد الهداف الأول كذلك للمنتخب المغربي تحت 20 سنة والمنتخب الأولمبي، في انتظار دعوته لتعزيز صفوف أسود الأطلس. وتنتظر الجماهير المغربية من مدرب المنتخب وليد الركراكي أن يتحرك للاستفادة من خدمات اللاعب الريحاني بالنظر إلى ما يملكه من إمكانية بدنية وفنية، كما طالب بعض نجوم المنتخب المغربي السابقين من بينهم يوسف شيبو بضرورة ضمه إلى قائمة أسود الأطلس خلال مباراتي البرازيل والبيرو. الموهبة المغربي عبد الله الريحاني الذي يتألق بشكل كبير في مباريات أتلتيكو مدريد لأقل من 20 سنة سيكون تحت مجهر وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي للتواجد في لائحة الأسود في الفترة المقبلة، خاصة وأنه يمتلك مقومات اللاعب الهداف بالفطرة بالنظر إلى توفره على إمكانيات بدنية عالية وسرعة كبيرة. نقطة ضعف المنتخب الوطني المغربي عدم تواجد مهاجم بإمكانيات جيدة رغم تواجد كل من يوسف النصيري وعبد الرزاق حمد الله ووليد شديرة وريان ماي وأيوب الكعبي، إلا أن هذه الأسماء لا تقنع عادة وعليها انتقادات لاذعة وإن تفاوتت. وليد الركراكي يحتاج مهاجم سوبر لمنافسة يوسف النصيري وزيادة الخيارات المتاحة في الخط الأمامي، والحل هو المنادات على مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ولو على سبيل الاستئناس بأجواء الفريق الوطني كما حصل مع نصيري نفسه وأشرف حكيمي ومنديل أيام المدرب هيرفي رونار. وليد الركراكي صرح قبل مونديال قطر بأنه يتابع اللاعب وسيمنحه الفرصة بعد المونديال للتواجد مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة، وهذا ما قد يحدث في المباريات الودية القادمة التي سيخوضها أسود الأطلس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية القادمة في ساحل العاج وكأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 2026. المهاجم الشاب المغربي يعتبر حاليا الهداف الأول لذات الفريق، حيث رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفا بفضل الهدف الذي سجله بمرمى شبان فريق بلد الوليد خلال الدور 17 من بطولة إسبانيا لفئة تحت 20 سنة. ويبلغ عبد الله الريحاني 19 عاما وهو دولي بمنتخب المغرب للفئة المذكورة، وكان يلعب سابقا بإحدى أندية الهواة بإسبانيا يحمل اسم دام لينتقل منه إلى الأتلتيكو. وفي بعض المرات تمنح للموهبة المغربية فرصة التدرب مع الفريق الأول لأتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني، خاصة عندما يلتحق لاعب الفريق بمنتخبات بلدانهم.